ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمله عيش بلحمه. مش حواوشي، عيش بلحمه، يعني هعجن. بصوا. كل مكوناتي النهارده اهو: الدقيق، زيت زيتون، خميره، سكر، ملح، لبن. عايزه تعجنيه بلبن ماشي، عايزه تعجنيه بميه براحتك. انا هعجنه النهارده بلبن. بالنسبه للدقيق انا مش بعاير دقيق، يعني بالبركه كده، ايه زي ما يطلع. كيلو ونص، زي ما ايه الميه حسب ما تاخد معاكي. انا دلوقتي هعمل الدقيق، هنخل اهو. نبتدي بالعجين الاول، وبعد كده ايه المكونات التانية هعملها. حسب ايه الميه اللي هتحطيها، حسب ما ياخد، حسب اللبن، ملوش مقدار يعني. كده خلصنا. احط بقى عندي في الميكسر النهارده. انا اعمل لكم العيش بلحمه، بعد كده ممكن اعمل لكم الحواوشي. احط بقى عليه ايه، نحط الخميره. لو انت عايزاه بسرعه ممكن تكتري خميره. هنحط معلقه سكر. السكر دي مجرد ان هي بس تديها طاقه وتخمر بسرعه. الملح. هنحط كوبايه لبن. لو عايزه تعمليها بميه ممكن تعمليها بميه عادي. هنحط زي معلقه زيت زيتون. بس هضرب وبعد كده ارجع لكم تاني. بصوا كده حبايبي، كوبايه اللبن ما نفعتش، فهحط كمان كوبايه تانية اهي عشان العجينه تلم. هي كده محتاجه تاني برضو. اعجن وارجع لكم. كده هي خلصت عجنه حبايبي، بصوا خلاص. اهيت اهي، طلعت من البوله اهي. حبه الزيت اللي احنا حطيناهم خلوها كده تطلع كده من البوله، مفيش اي حاجه اهو فيها. هنسيبها بقى شويه، نحط كمان حبه زيت في البوله، نحطها تخمر. هلفها بالاسترتش، وبعد كده ايه هنعمله بقيه المكونات وارجع لكم تاني. احنا رجعنا دلوقتي حبايبي. احنا حضرنا كل الحاجه بتاعتنا. ادي اللحمه المفرومه، ادي البصل والخضره، شطه اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده، شطه حمراء. البهارات بقى: فلفل اسمر، كمون، كزبره، ملح، شويه دلوقتي حبايبتي احنا حضرنا الحاجه اهو خلاص. اللحمه المفرومه اهي، بصل والخضره، البهارات: فلفل اسمر، كزبره، كمون، ملح،
شويه قرنفل بيخلي طعم العيش بلحمه حلو قوي، وشويه نعناع مجروش كده. نحط الحاجه بقى كلها على بعضها. ادي اللحمه، بصل، الخضره، البهارات بقى، فلفل اسمر، كمون، كزبره، شويه قرنفل، ملح، شويه نعناع بيخلوه برضو حلو قوي. نقلب بقى كله ايه على بعض. هقلب المكونات كلها على بعض وارجع لكم تاني. كده يا حبايبي احنا خلصنا المكونات كلها اهي. هسيبها بقى شويه عقبال العجينه ما تختمر، وارجع لكم تاني نشوف هنعمل العيش ازاي ونقرصه ازاي مع بعض. اهو حبايبي العجين خمر اهو كده اهو. نبتدي بقى ايه نقرصه. انا مش هعمل من كتير، انا هعمل بتاع 3 ترغيفه بس، هعمله كبير او 4. كبيره اخد منها حته. هكمل تقريص بقى وارجع لكم. اهو دلوقتي طلعوا 4 ترغيفه، لان انا هعمل 2 فوق بعض، يعني هعمل رغيف وفوقيه رغيف كبير. طلعوا 4 ترغيفه يعني 8 وحدات. اسيبهم يرتاحوا شويه وبعد كده نرجع ايه نشوف هنعمل ايه مع بعض. حبايبي دلوقتي العجين ارتاح شويه اهو. هنبتدي بقى ايه اوريكم نعملوه ازاي. انا ولعت الفرن دلوقتي قبل ما اشتغل عشان ايه اخلص وهحط على طول. انا هفرد برده. اللي هما بيحبوا العيش اللي هو البرده دوت، بدل ما تعملي الابيض هنعمل بالرده، بيبقى حلو في العيش بلحم. نغطي التاني على طول عشان ما ينشفش الوش. انا هوريكم 1 أو 2 وبعد كده ايه اعمل الباقي. فردها سهل خالص. احنا مش هنفرد الرغيف كله على الترابيزه عشان ده هيبقى كبير، هنفرد يعني شويه كده وبعد كده الباقي نفرده في الصينيه، عشان لو فردتيه كله مش هتعرفي تتعاملي معاه وتطلعيه من على الترابيزه. كده نحط بقى اللحمه. نفرد حلو كده. بحب الخضره كتير فيه عشان الخضره هي اللي بتسوي اللحمه. كده
هنعمل بقى ايه واحد تاني رغيف كمان اللي هنحطه من فوق. ده اللي هيتحط فوقيه. ما احبش انا اعمل اللي هو الصغير ده، هو الكبير بيبقى حلو. بنتي بتبصلي بتقول مش هي بتحب الصغير. اهو بص بقى كأنه عيش برده اللي هما بيحبوا كده. بعد كده اجيب الصينيه شيلي كده. انت بقى عايزه بقى كده تروحي فارده بقى زي ما انت عايزه بقى. كبير بقى كده كل واحد ياخد واحد وخلاص على كده، انما اعملي صغير صغير ده لا. بعد كده بقى ايه نعمله الضفيره بتاعته. تتني كده كده اهو. تقفليه حلو. بالشوكه بقى ايه بتغرزيه بقى. ده عملته من غير شطه عشان هنا في بيحب الشطه وفي ما بيحبش الايه الشطه. هنركنه بقى ونبتدي في التاني. هوريكم كمان واحد وايه والباقي ايه هيبقوا هما فاضل اتنين بقى. واحد تاني اهو. الرده دي هتديله طعم حلو قوي، يبقى عيش برده اللي ما بيحبش العيش الابيض. الرده في الفرد اسهل من الدقيق. ما تفردي بالرده اسهل من تفردي بالدقيق.
كده. ناخده بقى رغيف. الصينية اهي. انا بقى هعمل الضفيره وايه وهسويه وهوريه لكم بقى. بصوا يا حبايبي، الاربعه الباقيين كنت المفروض اعملهم 2 بس اتطلب مني ان انا ايه اعملهم رغيفه صغيره. هوريكي برضو ازاي. اديني فردت واحد اهو. حط اللحمه كده مش للاخر. حط بقى شطه. اللي بيحب الشطه. ما بحبش افرم الشطه مع اللحمه، تبقى باينه كده، بتبقى شكلها حلو اهو. بصي كده. تعملي بقى الضفيره اعمل واحد كمان. خليكم معايا. الحواوشي غير العيش بلحمه. الحواوشي بيبقى عيش مخبوز وانت بتفتحيه وبتحطي فيه اللحمه وتحطيه على النار من فوق. انما عيش بلحمه لازم تعجني عجين. هعمل بقى الباقي وايه واوريه لكم بقى لما يطلع من النار.
بس يا حبايبي انا عايزه اوريه لكم، هو في الفرن شغال. انا دهنته فرشه سمنه عشان وشه يبقى لامع وشكله حلو كده اهو. هو شغال دلوقتي لسه. حبيت بس اقول لكم على ان انا دهنت العيش من فوق بفرشه من السمنه. ويستوى بقى واجيلكم. حبايبي اهو طالع الحاجه من الفرن اهو. بصوا المنظر. هقطع بقى واوريه لكم مع انه هو سخن، بس انا ايه هحاول ايه بصوا بقى. انا بقى كان قصدي كده ان يتعمل اربع كده ويتاكل، يبقى حلو قوي. بصوا بقى. بصوا المنظر. اللي عايز بقى يحط جبنه موتزاريلا او شيدر او كده في الوقت ده يحطها وتبقى سخنه وتسيح. بس طبعا مش بنحب احنا كده، تحس ان احنا بناكله بيتزا. احنا عايزين ناكله عيش بلحمه، طعم اللحمه بتاع زمان اهو. كتر البهارات في اللحمه وكده بيضيع طعمها. بصوا بقى العيش الاسمر بقى كده بقى، هو دي ابيض بس احنا حطينا الرد ده بقى عيش اسمر اهو، يبقى طعمه حلو، يبقى طري اهو. الباقي بقى في الفرن اهو. عايزه اوريه لكم اللي هم النصاص اهو. هقول لكم بقى ايه نعمله ايه زي المره اللي فاتت. هنحط سمنه فيها. بصوا بقى هوريكم ازاي. هنا بسمنه كده تتجلى معاه.